فيه صراع. بالنسبة للسؤال اللي كيتعلق بالقضية الصحراء المغربية، غتشوفوا الفقرة 15 من هذا الإعلان المشترك واضحة حول موقف النمسا من هذا النزاع الإقليمي، وعبر عليه السيد نائب الوزير بشكل واضح الآن. هذه واحد السنة ولا سنة ونصف في هذه القاعة كنت قلت بأن أوروبا خصها تخرج من مجال الراحة اللي كان عندها لا زون دو كونفور، وبأن يجب البحث عن حل لهذا النزاع، وليس فقط دعم مسلسل اللي يمكن له يطول واللي يبقى سنوات لغياب إرادة لدى الأطراف الأخرى، وبأن الاعتراف الأمريكي فتح القنصليات كانت فيه إشارة كذلك إلى دول اللي هي معنية بهذا النزاع هذا لقربها منه، واللي هي الدول الأوروبية. واليوم كاين واحد التطور، كاين واحد الحركية في هذا المجال، وشفناها منذ الموقف الألماني اللي كان في يناير 2022. شفنا لما قام السيد رئيس الحكومة الإسبانية بزيارة للمغرب، وبعد لقائه مع جلالة الملك كان الإعلان المشترك من إسبانيا، واللي هي عندها معرفة قوية بهذا الملف بحكم التاريخ وبحكم الجغرافيا كذلك. جاء الموقف الهولندي، جاء الموقف البلجيكي، جاء موقف اللوكسمبورغ، جاء الموقف الهنغاري، جاء الموقف السلوفاكي، جاء الموقف ديال قبرص، وجاء اليوم كاين واحد العشرة ديال الدول اللي هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي اللي مشات في هذا التوجه للتأكيد على أن إذا كانت مبادرة الحكم الذاتي هي جدية وذات مصداقية، فهي كذلك أساس معقول وأساس جدي وأساس عملي لحل هذا النزاع المفتعل. كاين هذا التطور على مستوى أوروبا، وأنا قلت 10 دول اليوم من الاتحاد الأوروبي اللي غادا في هذا التوجه، ودول أخرى غادي تلتحق بها، وكان شار لها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش في هذه السنة بذكر هذه الدول اللي مشات في هذا التوجه. ونفس التوجه كنشوفوه في دول أخرى. اليوم 38 دولة في إفريقيا اللي كتستعلن عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، بالإضافة ل 30 اللي فاتحة القنصلية. كاين دول في آسيا، في المحيط الهادي، في الكاريب، دول عربية. إذن فبحال قلت القطار غادي، القطار ديال أن هذا الحل ما يمكن له يكون إلا في إطار الأمم المتحدة، وأن هذا الحل ما يمكن له يكون إلا في إطار بالنسبة للمغرب في إطار مبادرة الحكم الذاتي، في إطار إرادة اللي خصها تعبر عليها الأطراف لإنهاء هذا النزاع اللي عنده تأثير كبير على الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط. شكرا.